بنحييكم من جديد واهلا وسهلا فيكم ب 1544 مباشره عبر MTV. اللي صار من يومين على بولفار عمشيت ذكرنا بمشهد عناصر داعش يلي كسروا تماثيل ومنحوتات بالعراق وسوريا تحت شعار انه هذه او التمثال او المنحوته او اي مجسم هو حرام ويجب ازالته من الوجود. هيدا الموضوع صار بشكل مفاجئ على بولفار عمشيت. شافت الناس تفاجأت انه في على البولفار دايما من سنه لسنه بينعمل نوع من معرض للنحت العالمي بيشاركوا فيه نحاتين من لبنان والعالم وبيعملوا منحوتات حلوه كتير، وهالمنحوتات بتنترك بحديقه معينه وبتنحط معظمها ببعض شوارع المنطقه كتذكار لهالمهرجان او لهالمعرض اللي معمول. ولكن المفاجأة كانت امبارح انه كل المنحوتات اللي بتمثل امرأة عارية الصدر او عارية بشكل تام يا قاطشين لراسها يا ضاربينها ومشوهينها على الاماكن الحساسة من الصدر واماكن اخرى. والمفاجأة انه القي القبض على هذا الشخص اللي قام بتكسير هالتماثيل وتبين انه هو من الجنسية السورية، ولما لقطوه صار يصرخ يقول لهم هيدا حرام حرام. ولكن المخيف اكثر من هيدا انه هالشخص طلع معروف من قبل الناس اللي بتتجول على هالبولفار من فترة طويلة، يعني موجود هونيك وعايش هونيك، ولكن ما كان حدا ابدا يلاحظ عليه اي نوع من التشدد او اي نوع انه ممكن يقدم على تصرف من هالنوع. وهيدا الشيء اللي انعمل حتى خوف بعض الناس انه طيب لو بهاللحظه بالذات كان في سيدات ماشيين او بالشورت او لابسين لباس شوي خفيف او على البحر، هل ممكن انه كان مصيرهم رح يكون شبيه بمصير هالتماثيل؟ في ناس حبوا انه ما يعطوا هالموضوع اهميه كتير كبيره وخففوا من وقعه، ولكن ما بعرف قديش في ناس مثل هالشخص ممكن يكونوا عايشين بيننا وبمجتمعاتنا وحد بيوتنا وبأحيائنا ونحن منا عارفين فيهم وفجأة يفاجئونا كما فاجأنا هالشخص. خلينا نشوف هالتقرير. ما عدنا نستغرب لما نسمع بحوادث تكسير تماثيل دينية بمناطق مختلفة. بس هالمرة استفاقت بلدة عمشيت على مشهد ردنا بالذاكرة لممارسات عناصر داعش يلي حطموا تماثيل ومنحوتات بالعراق وسوريا. فالسوري علاء مصطفى الخوام من حما قام بتحطيم عدد من التماثيل الموجودة على البولفار البحري لمدينة عمشيت يلي بيشهد كل سنة مهرجان عالمي للنحت. خوام استهدف المنحوتات يلي بتظهر فيها النساء عاريات وكسر التماثيل إما بقطع الرأس أو عبر تشويه المناطق العارية الحساسة. الحقناه باخر لحظه كان كسر تمثال الادماني وضارب هيدا هون معه رنش يعني اللي بيستعملوه السنجريه، ضارب الاماكن الحساسه بالمنحوتات مثل ما شفتوا على الايدين على الصدر، وحاول انه يكسرها كثير من تحت وفيها ضربتين من ورا وحاول يخبطها فوق بالاماكن الحساسه على صدرها على ايديها وفوق على رقبتها. بس كيف الوصول لفوق انا ما بعرف كيف حاول يوصل. ما انه هيدا حرام. عم بتصيد على البحر عيطوا لي الشباب قالوا لي في واحد مكسر هذا الشخص. ليش عم تعمل هيك؟ الحرام هيدي تكون هيك. معه تليفون شلحته تليفونه لما وصلت عليه ومعه حاطط موسيقى تبع ما بعرف عنده شو عنده موسيقى هي، كان حاطط ايرفون بدينايه وماشي وبخبر. شرطة بلدية عمشيت ألقت القبض على خوام وسلمته للجهات الأمنية المتخصصة. والسؤال الأبرز هو هل صار في بيناتنا خلايا نايمة من الدواعش يلي بيعتبروا أنه التماثيل حرام ولازم تتكسر على غرار يلي صار بالعراق وببعض المدن الأثرية بالعالم العربي يلي حكمتها داعش. إذن هذا السؤال أيضا برسم إيجابي من القوى الأمنية اللي ألقت القبض على هذا الشخص لمعرفة ما هي الخلفيات اللي أقدم من خلال هذا الشخص من الجنسية السورية على ما أقدم على فعله، لنشوف إذا كان هيدا الموضوع مبني على عقيدة معينة أو مرتبط بمجموعة معينة أو ممكن يكون ناتج عن موضوع آخر. يا ريت بيكون في عنا توضيح سريع جدا عن التحقيقات شو وصلت معه. ما هو التالي ونتابع. ميش دياب تكشف لأول مرة عبر ال 1544
هيدا اللي عمله ميشيل سماحة لما فجروني بعد ما انقذنا خاله منه، أخلي سبيله واليوم رجع يهدد أخته. شو حقيقة الهاتف اللي نسيه طبيب ببطن مريضته بعد الولادة؟ وكيف ممكن سيدة تجيب توم كل واحد من بي؟ نقابة الأطباء بتأكد خطأ الطبيب عصام فعور مطر وبتحيله على المجلس التأديبي. لحظة شوي أعرف شكلك كيف صوتك مش أتركتك بالمرة. تجربة عملها برنامج 1544. كيف بتتخيل الشخص اللي عم تحكيه بالتليفون من صوته؟ طويل ضعيف اسمرانة. بنت 12 سنة إلى 11 سنة عم تتعذب، هل رح نقدر نخلصها من عذابها؟ وكله وعدني وما شفت من هذا الشيء.